اضحك من قلبك مع الأستاذ عمرو أديب بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي 1-1، وهتموت من الضحك. واوعوا تروحوا في أي حتة، وفيديو مهم جدا جدا. حضراتكم تعرفوا ان انا زملكاوي، اظن دي معلومة، وانا يمكن من بدايات البشر اللي جهروا بالمعلومة دي وبدفع ثمنها لغاية دلوقتي. طبعا عارفين انك زملكاوي. وكل الناس اللي متابعيني مهما كان الوضع كنت دايما اقول ايه، الزمالك هياخد الدوري، الزمالك هياخد بطولة افريقيا. كانت الدنيا تبقى مكسرة واطلع اتراهن واقول على فكرة الزمالك هياخد الدوري، احنا ابطال افريقيا كده. السنة دي يا سادة انا باكد لكم الزمالك مش هياخد حاجة خالص. طبعا عارفين ان الزمالك خارج نطاق الخدمة. امبارح رضا عبد العال كان بيتريق على الاهلي لما تعادل 1-1 واحنا في المركز التاني بفرق نقطة واحدة، وقلت لكم بكرة هنشوف الزمالك هيعمل ايه. فعلا الزمالك مش هياخد حاجة خالص. انا اهو بقول لكم من بدري قوي، لا دوري ولا كاس ولا بطولة افريقيا ولا اي حاجة. فعلا يا زمالك يا محتاس، ولا دوري ولا كاس. اول مرة اقولها من 20 سنة، بقالي 20 سنة اقول ايه، معلش ما هو خدوا الدوري احنا ابطال لا، الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده وقت ما كانش فيه مجلس ادارة خد الدوري، يعني النادي ده لما ما كانش لاقي ياكل، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش مجلس ادارة، خد الدوري. وعندما استقر النادي وزي ما قالوا لنا بقى فيه فلوس، في حاجة بتحصل غريبة بقالها 20 سنة، اللي هو ايه، ازمة في نادي الزمالك، مشكلة في فريق الكرة، نعيد بناء بقى فريق الكرة تاني، دايرة ما بتخلصش. يعني انا بفهم الناس اللي بيبقى عندها ازمة او عندها محنة يعني ايه مشكلة بقى في فريق. النهاردة مشوا نص اللعيبة، فده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان بقية السنة احنا بنبني بقى الفريق الجديد. ما هو احنا كنا في ازمة، والازمة اثرت على فريق الكورة، ومفيش لعيبة ومفيش انتقالات ومفيش فلوس وفي مؤامرة، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجة. بنبني بقى فريق جديد السنة الجاية وعليكم خير بقى. ليه ما انت عندكوا عبد الله السعيد وناصر ماهر وشيكو بنزا وبزيرة؟ مش كنت انت بتقول كده ورضا عبد العال؟ نسمع ونكمل مع الاستاذ المحترم عمرو اديب الزملكاوي. 20 سنة 25 سنة على الحال ده، يقول لك لا اصله كان في ازمات في النادي ودلوقتي بقينا كويسين هنبتدي نبني من اول وجديد. احنا بنبني من اول وجديد بقالنا 25 سنة ولم ينتهي البناء. السنة اللي شمينا نفسنا فيها كنا على الارض، كان الزمالك ملكي ملعلع، نفس اللعيبة اللي كانت بتلعب النهاردة. انا بقول لكم اهو والايام بينا، نادي الزمالك بينتهي. ما خلاص نادي الزمالك انتهى خلاص. الاهلي ركب الدوري والزمالك بينزل لتحت. الاهلي كان في المركز ال16 وانتم ما كنتوش بتبطلوا كلام على الاهلي، لكن الاهلي بيطلع واحدة واحدة لحد ما الاهلي ركب الدوري وانتوا نزلتوا في اخر الدوري. انا بقول لكم اهو الايام بينا، احنا اتغلبنا عشان سيئين. وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجة تانية بقى واحد. فعلا الزمالك في الشوط التاني كان بإيده يقلب نتيجة 2-1، بس أهدر فرص كتيرة جدا. وعبد الله السعيد خلاص شطب خدمة، وناصر ماهر الأسطورة اللي كان بيقول الأهلي مفيش فيه أساطير وفي نجوم، دلوقتي خلاص ما عادش قادر يجري. عبد الله السعيد وهو طالع يغير خارج نطاق الخدمة. اللاعب البرازيلي بيزيرا
طبعا برضو اللي كانوا طالعين بيه السما وكانوا بيقارنوه بزيزو وإمام عاشور، لا ده ما عادش قادر يمسك كورة. طبعا ده كله النهاردة حصل أمام البنك الأهلي. البنك الأهلي فعلا فرقة مهمة جدا، وعملت ماتش كبير أوي أمام الزمالك وقدرت توقف الزمالك عند حده. شوفوا يا جماعة، عايز اقول لكم حاجة. طول عمري كمواطن زملكاوي اعرف ان النادي الاهلي بيعرف كيف ينتصر، وبشوفه كتير وهو بينتصر، وبتألم كتير منه وهو بينتصر. طبعا بس يبدو، وده انا اكتشفته في الايام اللي فاتت، ان الاهلي ما بيعرفش ينهزم. باد لوزر. على فكرة دي مش شتيمة يعني، ده صفة وحشة. الاهلي باد لوزر، ما بيعرفش ازاي ينهزم. بقالنا 3-4 ايام من يوم الماتش وكمية تحليلات وتبريرات ويعني كان ناقص نتكلم على دور الرياح الموسمية في هزيمة الاهلي. الأهلي دايما في العلالي، ولازم إن شاء الله يفرح جماهيره، وحامل اللقب الدرع في الجزيرة السنة دي إن شاء الله. زي في أول الدوري كنت بتقولوا الأهلي خلاص انتهى، لا احنا بنقول الزمالك هو اللي انتهى مش الأهلي. زي ما الأستاذ عمرو أديب قال نادي الزمالك بينتهي، لا احنا بنقول له نادي الزمالك انتهى خلاص. نادي الزمالك انتهى خلاص، والمباريات اللي جاية هتثبت ان الأهلي فعلا نادي نفسه طويل وبيقدر يكسب في الوقت المناسب، وإن شاء الله الدرع في الجزيرة. ما ينفعش كده، واحنا كنا داخلين الاستاد ودي مش معاملة والطريقة. طب وده ماله من الكورة ومال اللعيبة؟ سؤال مهم، هو الاهلي لعب كويس؟ الأهلي دايما في كل مبارياته بيلعب كويس. احنا ممكن نريح مباراة زي امبارح كده تعادلنا 1-1، بس احنا برضو فوق لسه راكبين الدوري. والنهاردة الزمالك اتعادل 1-1 برضو، بس نزل تحت خالص. الأهلي فقط نقطتين الصدارة، بس في المركز التاني بفرق نقطة واحدة. لكن شوف الأهلي فين وشوف الزمالك فين، فرق كبير جدا جدا بين السماء والأرض. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي والأندية الأخرى. شكرا.